لقد من الله عز وجل علينا أن أبقانا لنعيش هذه الأيام المباركات لنزداد فيها من الطاعات، وليغفر الله عز وجل فيها لنا السيئات ويرفع لنا فيها الدرجات. هذه الأيام المباركات التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي بقي منها أشرفها وأجلها وأعظمها، وهما يومان: يوم عرفة ويوم الأضحى. يوم عرفة وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، فيه عبادات عظيمة، من أجلها صوم هذا اليوم وصيام هذا اليوم من السنن المحتسبة المؤكدة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فمن فاته صيام تلك الأيام الصالحات فأمامه يوم عظيم وهو يوم عرفة. والصيام في هذا اليوم كما تعلمون خاص بمن لم يحج، فأهل عرفة وأهل الموقف لا صيام لهم. أما بقية الناس في الأمصار فإنهم يصومون هذا اليوم ليغفر الله عز وجل لهم ذنوب سنتين كاملتين. ثم أن الدعاء في هذا اليوم دعاء مستجاب إن شاء الله، والدعاء ليس خاصا بأهل الموقف وأهل عرفة كما قال ابن رجب رحمه الله، وإنما يشمل بفضل الله عز وجل جميع المسلمين في جميع الأمصار، أن يدعو الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. قال الباجي رحمه الله: أفضل الدعاء أي بركة وثوابا وأجرا وأكثر قبولا عند الله تبارك وتعالى وهو دعاء يوم عرفة. لذلك كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء يوم عرفة يبقون معتكفين في المسجد من طلوع الشمس إلى غروب الشمس يذكرون الله تبارك وتعالى. ومنهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه وكثير وغيره من الصحابة، إذا جاء يوم عرفة فإنهم يبقون في المسجد معتكفين من طلوع الشمس إلى غروب الشمس يدعون الله تبارك وتعالى لعل الله عز وجل أن يعتق رقابهم من النار. يقول حبيبكم عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والعتق هنا بمعنى التحرير، أن يحرر الله رقبتك من النار. فمن فرط في تلك الأيام في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي الدعاء وفي الذكر فأمامه يوم عرفة يوم عظيم، يجب أن لا يغفل عن صيام هذا اليوم وعن العبادات في هذا اليوم العظيم، لعل الله أن يعتق رقابكم من النار. واليوم الذي بعده هو يوم النحر، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيه أعظم أعمال الحج من النحر والحلق والطواف والسعي والهدي. هم يذبحون الهدي ونحن نذبح الأضاحي. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث
أعظم الأيام عند الله يوم إراقة الدم في يوم الأضحى، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. تصوروا كم هي المسافة بين رقبة الدابة والأرض، المسافة قصيرة جدا. قبل أن يقع هذا الدم من رقبة الدابة على الأرض يقع عند الله عز وجل الأجر لهذا المضحي. فانظروا إلى عظمة هذا الأجر عند الله تبارك وتعالى. وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. والأضحية أيها الأحبة نقف عندها في 6 معلومات. أولا أن لها وقت معلوم، ووقتها بعد الصلاة. قال الله عز وجل في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر، فالصلاة ثم الذبح والنحر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق عليه: من كان له ذبح فذبح قبل الصلاة فليعد. من كان له ذبح فذبح قبل الصلاة فليعد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. البراء بن عازب كان له خال أبو بردة رضي الله عنه، ذبح قبل الصلاة، ذبح قبل الوقت المشرع للذبح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. ماذا نستفيد من هذه الشروط والوقت والنوع؟ أن الإنسان يجب عليه أن يلتزم بما جاء به الشرع، لا أن يلتزم بالنية. اليوم في واقعنا اليوم لو ضحى أحد قبل الصلاة ماذا يقول له العوام؟ أنت مأجور إن شاء الله، أنت أتيت بالأضحية وأبقيتها وذبحتها لله عز وجل، والله يعلم ما في نيتك، الله يعلم ما في داخلك. والنية وحدها لا تكفي إلا أن يجتمع معها موافقة الشرع. المعلومة الثانية في الأضحية أن لها نوع وجنس معلوم من بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هنا الإبل والبقر والمعز والضأن أي الغنم. المعلومة الرابعة أن هذه الأنعام وهذه الأضاحي لها سن معلوم وأعمار معلومة، فللإبل ما تم له 6 سنين، وللبقر ما تم له 2 سنين، وللمعز ما تم له 1 سنة، وللضأن ما تم له 6 أشهر نصف سنة. فلا يجوز أقل من هذه السنين والأعمار، ومن ضحى بأقل من ذلك فلا تجزئ أضحيته. المعلومة الأخرى أن لها صفة معلومة، وصفة الأضحية هنا أن تكون سالمة من جميع العيوب. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تلقي. أنت عندما تقدم أضحية لمن؟ لله تبارك وتعالى، لخالقك لرازقك، فاختر أفضلها وأسلمها وأسمنها بل وأغناها، كما دل بذلك أهل العلم. ولا يجوز أن يشترك في شراء نوع من أنواع الأضحية وهو الضأن رجلان. لا يجوز أن يشترك في شراء نوع الأضحية وهو الضأن أي الخروف رجلان. قد يقول أحدهم: هذا العام ارتفاع في أسعار الأضاحي، أنا وأنت نشترك في سعر هذا الخروف ونضحي به لله عز وجل. هذا لا يجوز، وإنما يجوز الإشراك في الأجر،
إذا ضحى الأب يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. إذا ضحى الابن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن أمي وأبي، حتى وإن كانا ميتان يجوز لهم أن يشركهم في الأجر. أما بالنسبة للبقر والإبل فيجوز أن يشترك في شرائه 7 أشخاص. يجوز في البقر والإبل أن يشترك في شرائه 7 أشخاص، ولا يجوز أقل من ذلك ولا يجوز أكثر من ذلك. ويجوز لكل واحد منهم أن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. من السنن التي يغفل عنها المضحي أن الإنسان يشهد أضحيته ويجعلها تجاه القبلة ويرميها على جهتها اليسرى ويضع قدمه عليها ويذبح بيده اليمنى. كل هذه من السنن. إذا لم يستطع أن يذبح هو فعليه أن يختار جزارا مسلما مؤمنا يصلي، لا يتهاون في قضية الجزار أبدا حتى يخرج من محل خلاف العلماء، فإن الذي لا يصلي لا تصح أضحيته ولا يصح ذبحه. الجزار الذي لا يصلي لا تصح أضحيته ولا يصح ذبحه. فإذا أراد أن يضحي لا يتهاون في قضية الجزار، عليه أن يختار جزارا مؤمنا مسلما يصلي يذبح له. ثم الواجب على المضحي أن يسمي الله عز وجل على أضحيته، هذا هو الواجب، حتى وإن سمى الجزار يقف عند رأسه ويسمي الله عز وجل. من السنة أيضا أن يكبر الله عز وجل على الأضحية. كذلك من السنة أيضا أن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي اللهم تقبل مني، أن يقول اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني، ويدعو بما شاء من الأدعية.